بص، هي شركة ابل اصلا مش هتعرف تنتج لاب شبه ده، ولا بالخامة دي، ولا بالحلاوة دي، ولا بالسعر ده. سيرفس لابتوب، بص الجمال يا ريس. اللابتوب زي ما انت شايف كده تحفة. شايف دي رابر، ملمسها جامد جدا. كيبورد باك لايت، فيس اي دي، شاشة 2K 13.5 انش. بص رفع اللاب عامل ازاي، الله اكبر، تحفة. كفاية شكله وكفاية وزنه. انا هدفع فيه فلوس عشان خاطر شكله بس. طب اللابتوب ده كور اي 5 جيل 7، رامات 8، والاس اس دي بتاعه 256، تاتش سكرين يا ريس 2K 13.5 انش بالشكل الجامد ده ب 10000 جنيه بس في ميجا ستور. حاول تلحق لك لابتوب عشان الكميه مش كبيره جدا زي ما انت شايف كده. الشاحن بتاعه ماجنتيك يا ريس، من هنا عندك يو اس بي 3 هنا، وعندك كمان ثاندر بورت ومنفذ سماعات لو عايز تركب سماعه. اللابتوب فيه كاميرا ومايك وصوته عالي جدا. لو انت مدرس او حتى بتعمل تصميمات فوتوشوب هجرب الكاميرا بتاعته واوريك تصويرها عامل ازاي. هكتب في السيرش هنا كام، هتطلع لي كاميرا. بص كده الجمال والحلاوه يا ريس. هسجل فيديو زي ما انت شايف كده. ميجا ستور اكبر تشكيله لابتوب حرفيا هتلاقيها في مصر. بص يا ريس اللي انا سجلته اهو، اكبر تشكيله لابتوب حرفيا هتلاقيها في مصر. كاميرا يا ريس مش موجوده في اي لابتوب. سيرفس لابتوب زي ما انت شايف كده، شكله جامد جدا ومعدن بالكامل، مش بتاع بقى تهنيج والكلام الفاضي بتاع اللابات الثانيه ده لابتوب يا ريس عملي جدا ورفيع جدا وشكله جامد جدا. متوفر منه النسخه كور اي 5 جيل 8 هتزود فيها 1000 جنيه بس، وموجود منه اي 5 جيل 10، كمان في منه نسخ كور اي 5 جيل 11. يعني لابات يا ريس لسه جديده، لسه بتتباع جديده في السوق. طب اسال بقى على سعر اللابتوب ده جديد بكام، وانا هديهولك بربع ثمنه. شوف هو جديد بكام، وهتاخد الاي 5 ال 11 يا ريس بربع ثمن الجديد، وهتاخد عليه ضمان. الشكل الجامد زي ما انت شايف كده. ميجا ستور اكبر تشكيله لابتوب حرفيا هتلاقيها في مصر.